بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض العجة بالبيض المصرية الأصلية. معانا كمية من البصل حسب الرغبة، والعجة بتحب البصل. ومعانا كمية، معانا توابل مشكلة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وطماطمية كبيرة، وفلفلاية. طبعا الملح أساسي، وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وشطة. ومعانا 4 بيضات حسب عدد الأسرة. وكده قطعنا البصل ونفرمه في الكبة. وطبعا العجة هتحتاج معانا معلقة دقيق واحدة، ما نكترش عشان ما تقلبش معانا كيكة يعني. وبعد ما ضربنا البصل في الكبة، قطعنا الطماطم قطع صغيرة والفلفل. هنجيب طاسة نحط فيها زيت ونسخنها على النار. وبعد كده هننزل فيها البصل اللي فرمناه، ونفضل نقلب فيه لحد ما لونه يبقى ذهبي. واحنا بنقلب البصل كده هياخد معانا وقت شوية، فهنجهز حاجة تانية احنا بنقلب. طبعا واحنا بنقلب البصل قطعت الفلفل قطع صغيرة وطماطم. وهنا بنضرب البيض ونجهزه قبل ما البصل يستوي او يتحمر. نحط طبعا اضافات على خليط البيض ده، زي معلقة البيكنج باودر كبيرة. وهنحط كمان توابل ونقلبها كويس جدا. وهنرجع نضيف نص كوباية مية
كده البصل استوى معانا، هنحط عليه الفلفل الالوان، وبعد كده هنحط الطماطم مقطعينها قطع صغيره، وهنقلبهم في بعض كويس. طبعا احنا مش هنحط لا ملح ولا توابل على البصل، علشان حاطين قلبناهم في البيض. خدوا بالكم عشان ما تطلعش حادقه معاكم. كده حطينا الطماطم، هنقلب كويس. ومعانا كمان شبت وبقدونس وكزبرة خضراء في الشبت. هي لو حط لها شبت هيبقى برضو ليها طعم كويس وريحة، بس انا مش متوفر عندي شبت الصراحة. بعد كده هنرجع للبيض تاني، حطينا نص كوباية مية، طبعا معلقة دقيق واحدة زي ما قلت، يعني ان كترنا ما نلومش غير نفسنا. يعني الدقيق بيتقلها جدا وبيتخنها وبيخليها طعم زي الكيكة يعني. هنقلب طبعا الخليط كويس جدا عشان يتجانس مع بعض وما يبقاش في اي تكتلات. وهنحضر الصينية اللي هندخلها الفرن. طبعا هنا خليط البصل والخضرة هنسيبه يبرد. انا الصراحة حطيت له مروحة علشان يبرد بسرعة. بعدين حطينا عليه خليط البيض والدقيق، هنقلبه في بعضه لحد ما يتجانس. ودي كانت العجة بتاعتنا بعد ما خلصت. قطعناها، وده كان الشكل النهائي. وطبعا طعمها جميلة جدا، جربوها ومش هتندموا. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة، وتستنوا كل جديد. ونتقابل في أكلات تانية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.